شكل منتخب مصر النهارده في الملعب أو اللي حصل مع منتخب مصر النهارده ما ينفعش معاه غير تشبيه واحد، عامل زي واحد راح على بحر اسكندرية ومعاه مكنسة وعمال يكنس كده في البحر لحد ما جت موجة قوية وودته في مصيبة. أهو ده بالضبط اللي حصل مع منتخب مصر النهارده، ولو كنا قعدنا يوم و2 و3 و4 لحد ما يوم ماتش النهائي ما كناش هنسجل بالطريقة دي، لأن مدرب السنغال من أول دقيقة وهو قافشك، من أول دقيقة هو عارف إنك هتعمل إيه، هتلعب على التحولات، إمام هياخد هيرمي يمين وشمال زي ماتش كوت ديفوار، فالطريقة بقت مقفوشة لدرجة إن هو كان بيهاجم ب7 النهارده وسايب لك 3 ورا، واحد يمين، شمال، واحد في النُص. فضلنا هنا مصممين على الطريقة دي لحد هنا ما خلاص اتقفلت علينا، والشوط الأول اتقفلت، ما شفناش حتى مندي، والشوط التاني برضه لحد ما جه فينا الهدف ما نعرفش مندي حتى كان لابس إيه، فلازم هنا نغيّر، حُط واحد هنا زي مصطفى محمد في العمق يسحب حتى المدافع اللي في النُص ده، ويحاول هنا يفُك التكتل ده، ونحاول بقى إمام يرمي له، ونطلّع واحد من الاتنين بتوع نُص الملعب سواء مروان أو حمدي فتحي، لإن الاتنين النهارده تقريبًا عمّالين يطفّشوا يمين وشمال، بيحلّقوا يمين وشمال، لا قطع كورة ولا عرفوا يعملوا تحولات ولا كان بيساندوا دفاعيًا، فنُص الملعب النهارده من أول دقيقة وهو متاخد منّك، فالطريقة اللي ظهر بيها النهارده منتخب مصر بصراحة يعني ما كانتش متوقعة خالص، يعني هندافع ومنتخب السنغال تقيل وهنحاول نقفل على مفاتيحه، ولكن لأ مش للدرجة دي، مش لدرجة 90 دقيقة ما نعرفش شكل مندي إيه، 90 دقيقة مش عارفين نطلع بالكورة، 90 دقيقة مش عارفين نعمل تحوّل، وفضلنا ساكتين ونايمين وكلنا عارفين وأنت عارف وأنا عارف وكل الناس عارفة في الشارع واللي قاعدين على القهاوي كله عارف إن في كورة هتيجي هيخبطها أي حد من المهاجمين ماني أو غيره وهتيجي جون، كلنا كنا متوقعين السيناريو ده لإن إحنا دايمًا بنعيشه، ولكن السنغال حرفيًا زي ما مصر هي عقدة كوت ديفوار تقريبًا السنغال هي برضه هتبقى عقدة مصر. إحنا تقريبًا خلاص أول ما بنسمع اسم السنغال بنتشائم، من أول البطولة وإحنا داخلين البطولة دي بنقول يا رب نقابل السنغال، يا رب نقابل السنغال، إحنا عايزين نصعد عشان نقابل السنغال، وأول ما نقابل السنغال يكون منظرنا بالشكل ده، يعني المنظر النهارده كان مضحك، وبصراحة احتفال ماني النهارده يدل إن ما فيش لعيبة رجالة في الملعب، لمّا ماني هنا يفرض عضلاته عليكم أنتم المفروض حتى يا راجل يكون عندكم نخوة بعد الجون وتحاولوا تهاجموا، اعملوا أي حاجة. مندي أنا ما شُفتش شكله غير في الدقيقة 94 تخيل إنك بتتفرّج على ماتش 95 دقيقة ما شُفتش مندي غير في كورة واحدة، الكورة اللي شاطها تقريبًا مرموش، فتخيل ماتش كامل أنت ما شُفتش مندي، ما لعبتش كورة، محمد صلاح مش موجود، إيه المشكلة إن محمد صلاح مش في يومه فيتغيّر، صلاح أسطورة وهيفضل أسطورة وهو أسطورة الجيل ده، ولكن إيه المشكلة؟ الراجل هنا مش في يومه، الراجل مش في الmood بتاعه، الراجل مقفول عليه ضبّة ومفتاح، لا عارف يسلّم ولا يستلم ولا عارف حتى يعمل الشغل اللي عمله في كوت ديفوار، فإيه المشكلة إن هو يتغيّر؟ ما فيش ولا كورة راحت لصلاح النهارده واتصرّف فيها صح، النهارده حتى أبو مالك ضيوف واحد على واحد ما عرفش يعدّي منه صلاح مرّة و2. النهارده تقريبًا المنتخب ما جاش، الصيغة الدفاعية أو الشكل الدفاعي المُبالغ فيه اللي عملناه النهارده وفضلنا مستمرين عليه لحد ما جه جون، وبدأنا بقى نفُك التكتُّل ده، وبدأنا نلعب كورة، طب ما كنا لعبنا كده من الأول، أو كنا حتى يعني قسّمنا الماتش، شوية هنا وشوية هنا، كانت الدنيا هتمشي معانا، ندافع شوية وبعد كده نهاجم شوية، فما كانش قدامك غير حل واحد بس إنك تطلّع واحد كده من بتوع نُص الملعب، سواء حمدي أو مروان اللي هُم ما كانوش موجودين أصلًا كانوا بيحلّقوا تقريبًا طوال المباراة، ودخّل هنا مصطفى محمد حُطّه في العمق، حُطّه في العمق الدفاعي بتاع السنغال، نحاول هنا نخِف التكتُّل شوية، إحنا لمّا عملنا الفكرة دي ونزّلنا هنا مصطفى محمد بدأنا نلعب كورة، بدأنا نوصل، مصطفى محمد كان بيضرب يمين وشمال ويطلع الكِوَر. ولكن إحنا فضلنا مصممين برضه على نفس الكورة وعلى نفس التشكيلة ونفس الطريقة ونفس أسلوب اللعب، وبصراحة كده أنا ما اخبيش عليك يعني أنا كان عندي أمل في البطولة دي، قبل البطولة لو جيت سألتني وقُلت لي هتوصل نهائي هاقول لك لأ طبعًا مستحيل، لكن مرة واحدة كده خدنا الأمل والحماس وقُلنا بقى لأ البطولة دي بتاعتنا ودي فرصة ومش هتتكرر، وتقريبًا صلاح خلاص بينهي مسيرته فلازم الراجل هنا يتوّج هنا ببطولة أفريقيا. فبصراحة كل حاجة في الماتش، كل حاجة في المباراة، تقريبًا كل حاجة حصلت النهارده هي نكد في نكد، والله يعني كان عندنا فرصة مش هتتكرر، ولكن النهارده اللعيبة صراحة كلّهم خذلونا، كلّهم النهارده حتى حسام حسن النهارده ما كانش موفّق، فقدّر الله ما شاء فعل خلاص البطولة انتهت والماتش انتهى، نحاول بقى نركّز في اللي جاي، نحاول بقى نعلى بالريتم بتاعنا ونحاول نقابل بقى منتخبات قوية، لإن خلاص هنا خدنا الثقة في اللعيبة، فنحاول بقى نواجه هنا منتخبات قوية عشان نحاول نعلى بالريتم، عشان نحاول هنا اللعيبة تبقى متعودة على الأجواء دي وعلى الفرق اللي هتقابلها طبعًا في كأس العالم. فماتش وانتهى، بطولة وانتهت، كان نفسنا طبعًا إن إحنا نتوّج بالبطولة، ولكن قدّر الله وما شاء فعل، وكل الدعم للعميد وكل الدعم للاعيبة منتخب مصر، وإن شاء الله اللي جاي أحسن، وبطولة وانتهت.